سلام يا إخوان. حتكلم اليوم عن أبشع شيء صار في السودان صراحة. أنا مش عارف إيش أقول لكم، بس مش كل حياتنا يا إخوان متعة 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 متعة. ما أكون مثل البهايم. مش لازم إنه أنا أتخطى أخبار إخواني اللي قاعدين تنتهك أعراضهم وأرضهم وأرواحهم بغزة والسودان، بس عشان أنا رايح أدور على قصة أتسلى فيها. كلنا شاهدين على اللي قاعد يصير بغزة، والحمد لله التغطية الإعلامية الموسعة اللي خلت كل شعوب العالم تعرف الحقيقة. بس لا ننسى إنه في شيء يشبه إجرام اليهود بشكل بشع جدا من ميليشيا الدعم السريع في السودان، بس بدون غطاء إعلامي. وهذا اللي شجعهم إنهم يستفردوا بإخواننا هناك. طبعا يا إخوان، في السودان الحرب تخاض على إسعاد النساء. تعالوا خلونا نبدأ. السلام عليكم يا إخوان، وصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان نساهم في رفع التغطية الإعلامية ونظهر للناس اللي جالس يصير في السودان من فظاعات بكل أشكال لها اللي ما حد يتصورها قاعدة تصير في السودان. أكبر متضرر في السودان من الحرب هذه هم أخواتنا وأمهاتنا هناك، وهم الضحايا الرئيسيين بهذه الحرب. في بداية أكتوبر الماضي يا إخوان، في حي اسمه الجريف، هذا الحي غرب مدينة الخرطوم. هذا الحي صار مليء بالرعب في اللحظة اللي دخلت فيه ميليشيا الدعم السريع، دخلت فيه أحد البيوت واعتدت على أحد النساء جنسيا. هذا الحدث يا إخوان سبب حالة كبيرة من الذعر بين أهالي المنطقة المدنيين. أحد الأخوات اسمها سهام حسن مصطفى. هذه سهام حاولت عناصر الميليشيا إنهم يدخلوا بيتها، حلو، هذا الشيء في 2 من أكتوبر، فقاومت وما رضت إنها تفتح لهم الباب، خايفة إنه يتكرر معها نفس السيناريو معها ومع أولادها. فبسبب هذا الرفض راح أحد من العناصر المجرمين هذا ولا من أحد النوافذ وصابها بطلقة بالرأس. توفت سهام قدام أولادها وعائلتها. قصة سهام هذه ما بدأت من هنا، لا، سهام كانت مرأة عظيمة كرست جهدها كله من بداية الحرب عشان تساعد نساء المنطقة بالتعاون مع منظمة محلية لتقديم الدعم النفسي والمادي للمتضررين والمتضررات من الحرب. حادث سهام كان بعد أيام قليلة من اغتصاب عضوة في غرفة طوارئ بحري شمال الخرطوم في 28 سبتمبر الماضي، وهذا كان بأثناء عملها التطوعي بحصر الاحتياجات الإنسانية للنازحين من الحرب. بعد أسابيع قليلة كثرت حوادث اغتصاب النساء في السودان بشكل متكرر من قبل ميليشيا الدعم السريع المجرمة. طبعا مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة اللي هي أفادت بارتفاع حالات الاغتصاب المعلن عنها إلى 136 حالة من بداية النزاع. هذا غير أنه في ناس متكتمين عن هذه الأشياء، ف68 حالة فقط حصلت في الخرطوم، وتوزعت الحالات الباقية في ولايات جنوب وغرب دارفور. نون كشكوش هذه عضوة بغرفة الاستجابة النسائية بالخرطوم، تقول إن اللي يوصلهم من اعتداءات هو جزء بسيط من اللي يصير بالواقع، وهذا بسبب الخوف من وصمة العار أو وجود الضحايا في مناطق النزاع، فيما ما يقدرون إنهم يعملوا أي شيء. والأكثر إجرام إنه معظم الحالات أو معظم حالات العنف هذه تتم بالتناوب، مو فرد واحد. وتخيل إن الضحايا يمرون بأول 72 ساعة بدون رعاية طبية ولا نفسية ولا مضادات فيروسات الالتهاب الكبدي ولا الإيدز ولا المضادات الحيوية ولا شيء. ولعلمكم يا إخوان، السودان فيه 7 ولايات متأثرة بالحرب، وهي اللي تشهد أعلى معدلات بالعنف والخطف والدعارة والخدمة القسرية لهذول ميليشيا الدعم السريع. وكل هذا يحصل في ظل غياب الحكومة وتخاذل المجتمع الدولي اللي يدعي أنه يبذل كل الجهد التغيير الأمان والدعم للسودانيين والضحايا من النساء. مع تواتر الأخبار السيئة عن حوادث الاغتصاب يا إخوان في السودان وتصفيتها جسديا، ومع ارتفاع وعي المجتمع النسائي باعتبارهن ضحايا رئيسيات، قامت ناشطات بإطلاق حملات لرصد الجرائم اللي تعرض لها جسد المرأة في السودان في الحرب هذه، بظل الحرب هذه. آلاء عبد الله ناشطة ومؤسسة لمبادرة سودانية ضد الحرب. هذه المبادرة يا إخوان تهدف على تشكيل تحالف نسائي للضغط من أجل إيقاف الحرب وموقف أكثر توجيها على قضايا النساء وضحايا الاعتداء الجنسي. معدل العنف والاعتداء ارتفع بشكل كبير جدا هذه الأيام هذه الفترة، لكن ثقافة العار والشرف تمنع كثير من الناس إنهم يشتكوا أو يبوحوا، وهذا الشيء
يشمل الاغتصاب الجماعي في مناطق النزاع في الخرطوم ودارفور، والإجبار على التحرش في مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطوم، ومع ولاية غرب دارفور الجنينة غرب السودان. فهناك ميليشيا الدعم السريع تختطف النساء للعبودية الجنسية وإجبارهن على القيام بالأعمال المنزلية مثل الطبخ والتنظيف لصالحهم. ملسات غيرنا ما بينفع، زور تاخذ لك مرة تاخذ لك واحد بيجيب لك بغل راجل ما بتنفعنا بينفع والله. نحن ما ناخذون للشهوة بس ولا دورون زواج، نحن بنخلوهم بلد الوقت تعال بلبس ناخذوهم. اي والله شيلوا للبلبس دق. انا بتاع بالكويسات والله ملس بتاع ملسات. اي قال لي ملس ملاسة، قال لي بالله ارجع برسل لك صور انت برجع فيها قدر العشيه برسل لي صورني بنات. قال لك واحد يوم تقرب تسمع اثره الله وبا علي ميليشيا إجرامية تنتشر عملية الاختطاف في الخرطوم، خاصة اللي يشتغلون بالبساطات مثل اللي تعرفوهم بايعين الشاي والمواد الغذائية بالشوارع، هذا يتم استهدافهم للخط. طبعا بعض السكان المحليين يقولون انه في سوق في دارفور غرب السودان لبيع النساء، انا ما متأكد من هذا الكلام صراحة، ولكن لا ننسى في قبيلة كمان اسمها المساليت اعتقد، هذه في ولاية غرب دارفور. هذه القبيلة يا اخوان عليها استهداف ممنهج يوصل لحد التطهير العرقي من الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع. طبعا يعني غير انهم يعني يمارسوا بحقها اشنع الجرائم من العنف النفسي والجنسي واغتصاب وقتل اطفالهم امام امهاتهم. والله العظيم شيء موجع يعني وقت تيجي تسمع الاخبار وتشوف اللي قاعد يحصل تتيقن ان هذول مو نسخة بشرية وكأنهم فقط وحوش. انا والله العظيم يا اخوان برضو ما عرفت يعني اشياء كثيرة غير بالبحث، لان ما في يعني تغطية اعلامية كافية يعني توصل صوتهم للعالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم شيء يعني استودعكم الله بس.